تفضل أستاذة. شكرا سيد الرئيس، نشكرك على رحابة صدرك أنت وسيد الوزير سي خالد شوكات بحذنا اليوم. الحقيقة حبيت نتكلم اليوم بعد ما صدمت لما رأيته وما سمعته في برنامج تلفزي مؤخرا، وبالتحديد يوم الأحد الفارط في قناة الحوار التونسي في برنامج لمن يجرؤ، أين تم استدعاء المسمى براشد الخياري. والحقيقة الأمر ترددت كثير إني نتدخل باش ما نذكرش اسمه في رحاب هذا المجلس الموقر، لكن ما أقدم عليه السيد هذا أخطر بكثير، وهو نزل ضيف في هذا البرنامج وتم التطرق إلى مناسبة عيد الاستقلال، وفي سياق الحديث عبر هذا المدعو على عدم اعترافه بعيد الاستقلال التونسي، معبرا على أن الدولة التونسية تعتبر في نظره دولة مستعمرة من القوى الأجنبية. وفي هذا سيدي الرئيس تعدي واضح وصريح على سيادة الدولة التونسية وحرمتها، وتحقير واضح لمؤسساتها، وتشويه كبير لتاريخ الدولة التونسية، وأعظم من ذلك فهي إهانة كبرى وعظمى لمناضلين قدموا الغالي والنفيس، عطاوا عمرهم وضحوا برواحهم وسقاوا أرض البلاد الطيبة هذية دمائهم الزكية. لا طلبوا تعويض ولا طلبوا حتى شيء، طلبوا سيادة الدولة التونسية، طلبوا حرمتها، طلبوا إن نستحفظوا عليها ونخليوا رايتها مرفوعة، باش يجي اليوم من هب ودب يشكك في نضالهم ويشكك في إنه الدولة هذه لها سيادة ولها مؤسسات. نحب من هنا نقول ويني النيابة العمومية هنا؟ لماذا لا تتحرك؟ وإحنا اليوم نحب نرصوا الصفوف ونحب نقاوموا الإرهاب، ويجي شكون يشكك حتى في انتمائنا لهذه الدولة ويقول إني إحنا مستعمرين. وين لايكا اللي هي مسؤولة على مؤسسات الصحافة السمعية البصرية، وهي منبثقة من رحاب هذا المجلس، وهي مؤسسة الدولة الدستورية، وهنا حتى السيد هذا يشكك فيها وراوهاش تحركت. وين لايكا هي المسؤولة الأولى على ما يتم بثه ويتم ترويجه. أليس هذا بإرهاب سيد الرئيس؟ أليس هذا بدعوة صارخة للتعدي على الدولة التونسية وسيادتها؟ لو كانوا باش نقعدوا احنا ساكتين في كل مرة على هذا التمرد بدعوى الحرية، فالحرية لها حدود ونواميس وضوابط، لها خط أحمر وهي سيادة هذه الدولة التونسية ومؤسساتها. وشكرا. أن توضع يعني بهذا الحجم. بالنسبة لموقفنا من بورقيبة معناتها الرجل له يعني محاسن وله مساوئ. نعتقد أنه كان يعني الفرق بينه وبين بن علي أنه كان دكتاتور مثقف. هذا هو أفضل من بن علي، ولكن أيضا هو من أنتج نظام بن علي، هو من أنتج نظام الاستبداد. بورقيبة أنا أعتقد شخصيا أنه زور التاريخ التونسي، محا من قاوموا معه ضد فرنسا، محا الزعيم التاريخي صالح بن يوسف. معركة الجلالة في بنزرت لها عديد الوجوه الأخرى، ثم شكون يقول أنه كانت معركة دفن المقاومين بالتنسيق مع فرنسا. الرجل له يعني مساوئ كثيرة. كلام كبير يتقال نهار عيد الاستقلال اللي الاستقلال بورقيبة أحد رموز الاستقلال. يعطينا وثيقة الاستقلال. كلام خايب برشا يتقال في النهار هذا، معناها فيه إساءة كبيرة. وثيقة الاستقلال عنا فما مؤرخين وفما ناس وثيقة الاستقلال عنا وثيقة الاستقلال عنا إلى الآن حتى حد ما يعرف فين وثيقة الاستقلال. ماناش مستقلين، معناها ماناش مستقلين، احنا مستعمرين. هذه حقيقة. لا عندنا استعمار اقتصادي، عندنا ثرواتنا المنهوبه، عندنا القرار السياسي. انت تعرف السفارات هي تحكم، انت ادرى بالحكايه هذه، وكتبت على برشا مرات على تردد السياسيين على السفارات. عندنا سفاره الامارات عندها دور، عندنا السفاره الفرنسيه عندها دور، السفاره البريطانيه، السفارات كلها تسير القرار الوطني. ما عندناش ناس وطنيين للتدخل الاجنبي. ايش يعملوا 150 شركه اجنبيه بتروليه في تونس؟ الى الان الملف هذا لم يفتح بعد، الى الان حتى كي تحركنا فيه تم قمعنا. معناتها خلينا ندوروا النقاش. ايوه هو ده. اما انتوا ولاد شحبر صحيح.